اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا راني جبت لكم تدبيرة فيديو كيفية ترقاد المايز أي الذرة. تخدموها في البيت، تشريو المايز كما تحبوا ب20,000 30,000، تخليوها لرمضان الكريم. هنا خير ملي تشريوها خاطرك راهي غاليه. انا راني درت كميه يعني شويه معتبره لرمضان الكريم. هنا لازمكم تشمخوها وديروها في الماء، ماشي شرط الماء كيما حبيتو تشمخوا. هنايا راني شمختها كيما راكم تشاهدوا، هاي براها. هنا راني شمختها ليلتين، يعني يومين، ودرت لها باكي خميره كما راكم تشوفوا، ودرت لها نص مغرف صغيره تاع ملح. ودركا رايحه نكمل الطريقه نتاعي. هنا راكم تحتاجوها خاصه في السلطه، تحتاجوها في كثير من الوصفات. تخدموها في البيت خير من اللي تشريوها لانها غاليه بالبزاف، و يعني تخدموها وتصبروها وتخليوها كل ما تحتاجوها تجبدوها. هنا كما راكم تشاهدوا رايحه نصفي، هذه راح نصفيها، ولازم نغسلها مليح مليح من الملح اللي كان فيها ومن الخميره الكيميائيه اللي كانت فيها. هنا نجيبوا الصفايه كما راكم تشاهدوا. هنا بكا لازم نديرها في الكوكوطه. طيب، ديروا الماء حوالي 2 لترات نتاع الماء، وديروها في كوكوطه ضغط، خاطركش علاه الطياب تاعها راه ماهوش ساهل. تدي حوالي 2 سوايع اي ساعتين. بعد ما الكوكوطه تشوفيها يعني غلات وبدات الصفاره تاعها تصفر، نقصيلها من النار، يعني ديريها على نار متوسطه، ما هي قويه ما هي ضعيفه، وخليها مده ساعتين حتى نطيب لك. هنايا كما راكم تشوفوا هذه الكاكوطه نتاعي. دركا راح ندير لها الماء مع الماء، والماء ماشي يعني مشكل، لازم تزيدولها خاطركش راهي تطول وهي طيب. ماشي ديروا لها غير شويه ومن بعد تحرق لكم، لازم تزيدوا لها الماء 1-2 إطرار او اكثر. هنا راني درتها في الكاكوط مينوت، دركا نديرها طيب حوالي 2 سوايع اي ساعتين.
دوك راني خليت الميز تاعي راه يطيب. هنا راني وضعت الخل كما راكم تشوفوا. ماشي شرط الخل الابيض، يعني هنا كيعودوا. هنا راني رايحه ندير التعقيم تاع البلارات. على واه درت الخل، دوكا نزيد له الماء ومن بعد ندير البلارات هنايا يتعقموا. خاطركش علاه لازم نعقموهم باه الميز تاعنا ما يفزدش ويشدنا لمده طويله. نعقموهم حوالي 20 دقيقه. تقبل الله صلاة الجميع. هنايا راني وضعتها في كاكوطه واحده اخرى. على كل حال هذه الكاكوطه نديرتها نغلي فيها يعني الحوايج اللي يتغلاو. هنا راهي مغسوله وراني حطيت فيها 2 بلارات باه نعقمهم. هنايا كما قلت لكم قبل بلي يعني كي نعقموهم راها تشد لكم مده طويله، يعني عام. وانا ولي ندير بزاف، يعني لازم التعقيم، لازم التعقيم. هذه هنا بكا راهي كملت 40 دقيقه تاع البلارات هذو. دركا كيما راكم تشاهدوا المايس راه طاب ما شاء الله. بصح راه شوفوا كيفاه تنفخ. راه شد لي زوج ساعات ونص. خاطرش هذه الكاكوطه ماهيش من النوع المليح، هذو من الكاكوطات الاولين كيما راكم تعرفوا. كما نعرفوا هذو الكاكوطات. دوكا راني رايحه نصفيه نحيه من الماء نتاعو. شوفوا هنا كي كثرت له الماء الحمد لله، يعني ما تحرقش، راه مازال بالماء نتاعو. انا كثرت له بالعاني باه اذا ما طابش نزيد له. دوكا راني كامل
فرغته لهنايا. جا يعني طايب هايل، جا مليح. هنا دوكا هذا الماء هذا لازمني نرميه، ما نحتاجوش. خطاك شكون ديروه في الماء نتاعو وتخبيوه راه يخمج لكم. هنا دوكا هذا نخليه يقطر على الاقل نص ساعه. ردوا بالكم ديروا عليه الماء البارد خاطركش راه يقربز لكم. هنا بعد ما قطر لي يعني نص ساعه هو يقطر، وكان نديروه في البلورات. شوفوا اللامبه تاعي تاع الكوزينه جات ورا ظهري. شوفي جا ما شاء الله. راني درت يعني كونتيتي شويه كبيره، يعني تعقب لي رمضان. وتفضل ما نعمروهش بزاف، نخليه حق الماء. هنا راني جبت البلارة الثالثة. على كل حال هذه ما عقمتهاش، بصح هذه نخليها نستعملها يعني هذه اليامات قبل رمضان. يعني هذا تخدموه في الدار خير وخير. بما انه كاين نساء جزائريات فحلات ماهرات في كل شيء ما شاء الله عليهم، يعني نعرفهم معايا في اليوتيوب. هنايا واش راح نزيد ندير مغرف تاع ملح، يعني صغيره ماهيش كبيره كما راكم تشاهدوا. يعني هذه المغرفه كبيره تاع اكل، بصح انايا راني نقص مانيش ندير في مغرف معمر. هذه ثاني نزيد لها كيف كيف. هذه ثاني. دونك هنايا واش نزيد الخل الابيض. ندير هنا 3 مغارف خل ابيض. هنا ثاني في البلارة الثانية هذه 3 مغارف. هنايا دوكا نضيف لهم الماء عادي من العين.
دركا هذا نديرو له النيلون هذا الابيض هذا ونسكرو عليه. نزيدو هذه الثانية ثاني نزيدو نديرو لها هذه المرحلة. بعد ما غطيناهم لازم تقلبيهم هكذا على فمهم، ومن بعد يقعدوا وقتهم هكذا، ومن بعد ولي نورمال نحيهم ودسيهم. هذو يشدوا لك واحد العام اذا تبعتي هذه الطريقة. نتمنى